السلام عليكم. تعالوا النهارده نشوف ازاي هنقدر نخلي التريني يدخل جوه الابليكيشن ويشوف ايه الكورسز المتاحه والاماكن اللي متاحه جوه الكورسز دي، وكمان يحجز لنفسه مكان جوه الكورسز دي. يلا بينا. طبعا اول حاجه هحتاج اعملها هي ان انا ابدا بسكرين جديده. السكرين اللي هخلي فيها اليوزر هو اللي هيدخل يختار الكورس اللي يقدم عليه. تعالوا ندوس نيو سكرين ونختار التمبلت اللي احنا عاوزينها. اعتقد ان التمبلت تمبلت زي دي مثلا ممكن تكون مناسبة بالنسبة لي، ان انا فيها هيدر وفيها جاليري. فانا متخيل ان في الجاليري ده هيكون كل كورس محطوط في كارد من الكاردز دي ومعلومات عن الكارد او عن الكورس بمعنى اصح، وبعد كده في زرار يقدر يدوس عليه ابلاي عشان يابلاي على الكورس ده اللي انا تخيلته. تعالوا نجربه. جميل. السكرين باي ديفولت بتجيب لي على طول اليوزر، صورة اليوزر اللي موجود هنا ده بينزل لوحده مع السكرين مع الهيدر، فبتبقى مبينه لي على طول صورة اليوزر، واقدر اشيل صورة اليوزر ده لو انا مش عاوزها من بروفايل بيكتشر. اقدر اعمل لها اوف واقدر اعمل لها اون زي ما انا عاوز. ونفس القصة في موضوع اللوجو، فانا مثلا هنا مش محتاج لوجو فانا هقول له نو لوجو، او في شو لوجو هعمله اوف. وبعد كده في كلمة هيدر هغير اسمها وهخليها مثلا كورس سelection. اللي انا متخيله بقى ان انا هنا هبتدي احط صورة مثلا عشان تبين ان ده كورس، وكل كارد من دول كورس مختلف. وبعد كده هنا اسم الكورس، هنا بعض الانفو عن الكورس مثلا اللوكيشن، الديت، الانستراكتور، وهنا بدل كلمة بوتن هخليها ابلاي. بس قبل ما اعمل ده كله انا محتاج اقول للجاليري ده هات الداتا من الكورسز بتاعتي. فانا مجرد ما هدوس على الجاليري هيقول لي ايه الداتا كورس الداتا سورس بتاعك. الداتا سورس بتاعي هو التريننج ليست. على طول هتحس انه الايتمز زادت، بس لسه اللي مكتوب فيتشرد ايتم وبوتن والكلام ده كله مش هو ده اللي انا عاوزه. هبتدي بقى اديفاين كل الحاجه دي. بدل فيتشرد ايتم هقوم مسحها واقول this item dot title مثلا، فكده هيجيب لي اسم الكورس في كل الحاجه اهو، تايم مانجمنت اكسل مش عارف ايه. طيب وفي اللي بعدها في الديسكريبشن هعمل ايه؟ هختار this item dot instructor مثلا dot display name، فكده هيجيب لي اسم الانستراكتور. ممكن اعمل حاجة كمان ان انا اعمل and. علامة الاند كل مهمتها ان هي تجمع كلمتين على بعض او الريزلت بتاع two actions على بعض. تعالوا نشوف example. مثلا انا هكتب هنا this item dot location dot value، فاللي هيعمله دلوقتي ان هو هيعمل ايه؟ كتب لي اسم الانستراكتور وجنبه على طول اللوكيشن. طيب انا عايز اعمل ما بينهم سبيس، يبقى هحط السبيس از ا فاليو يعني هحطها في كوتيشن مارك كده، واعمل علامة اند كمان. يبقى انا قلت له الانستراكتور اند السبيس اند اللوكيشن فاليو. ممكن اعمل حاجة كمان لطيفة انا بحب اعملها، ان انا بعمل علامة البايب كده، فيبقى انا فصلت ما بين اسم الانستراكتور واللوكيشن بالبايب والتو سبيسز اللي ما بينهم. كمان ممكن ازود الديت، فانا ممكن اعمل كده واقول اند واحط برضو علامة البايب between two spaces جوه برضو quotation mark، واقول له and كمان this item dot date، عندنا course date. فكده جاب لي كده الانستراكتور، اللوكيشن، الكورس ديت، هي دي المعلومات اللي انا عاوزها تبقى موجوده عندي. طيب بالنسبه للايمج زي ما اتفقنا، انا عندي في الميديا عندي الصور اللي موجوده جوه الابلكيشن. هختار واحده منهم واحطها مكان الايمج. فمثلا هختار الصوره الاساسيه اللي موجوده في الهوم بيج بتاعتي اسمها تريننج، فانا هكتب هنا بس تريننج، فهيحط لي الصورة على كل الكورسز. كده بقى كل كورس عليه اسم، كل كارد عليه اسم كورس، وعليه الديتيلز بتاعته، امتى الكورس ده هيبدأ والقصص دي كلها. طيب دلوقتي انا محتاج اكونفيجر البوتن ده على ان هو يقاد
حد جديد يابلاي على الكورس. اولا البوتن ده انا عايزه يبقى التكست بتاعه ابلاي، بدل كلمة بوتن هخليها ابلاي. تمام، فكده انا عاوز اللي يدوس هنا يابلاي على الكورس. بس ثانية واحدة، هو لما هيعمل ابلاي الديتيلز بتاعت الشخص اللي عمل ابلاي ده هتروح فين؟ يبقى انا دلوقتي محتاج يبقى عندي تو ليست، ليست فيها انواع الكورسز وليست فيها الناس اللي عملت ابلاي جوه الكورسز دي. هنشوف هنعمل كده ازاي. جوه مايكروسوفت ليستس ابتديت اعمل ليست جديدة اسمها ابلكيشن ليست. الليست دي فيها الاتي، فيها طبعا التايتل اللي هو بينزل باي ديفولت، وبعد كده انا زودت كولون اسمه كورس نيم. الكورس نيم ده عباره عن تكست كولون عادي جدا، وكورس اي دي برضه تكست كولون، وانستراكتور برضه تكست كولون، ولوكيشن. هي دي الكولونز اللي انا زودتها، وهقول لحضراتكم دلوقتي حالا انا ليه اخترتها ان هي كلها تبقى تكست كولونز، ما عملتش فيها اي حاجه زياده، لانه ببساطه ان انا محتاج اجيب الانفو دي من جوه الليست التانية، فانا هجيبها زي ما هي واحطها از تكست جوه الليست دي. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. هنرجع تاني للابلكيشن بتاعنا. طبعا انا ربطتها على طول اهي ابلكيشن ليست. لو انت مش عارف بنعمل كده ازاي يبقى انصحك جدا ترجع لاول فيديو متعلق بالشير بوينت ليست، هو ده اللي هتعرف فيه ازاي نربط الداتابيز بباور ابس. انا دلوقتي محتاج ابتدي اكونفيجر زي ما اتفقنا البوتن ده، ان انا اول ما ادوس عليه في الاون سيلكت يبتدي يقول ان الشخص ده اللي داس، اليوزر اللي داس على الابلاي ده، يبتدي ياخد الانفو بتاعته ويحطها لي في الليست الجديده، الليست اللي انا هحط فيها كل الناس اللي بتابلاي على الكورس ده. مش بس كده، انا جات لي فكره دلوقتي ان انا عاوز ابين فاضل كام سيت افيلبل في الليست ده. لو احنا فاكرين ان احنا في الليست القديمه بتاعتنا، لو رجعنا لها هنرجع اهو للليست، هنرجع للتريننج ليست، هنلاقي في التريننج ليست ان احنا عندنا حاجه كنا عاملينها اسمها تارجت اودينس كاونت. يعني انا دلوقتي عندي في ناس، في كورسز هتاخد 100 واحد، في كورسز هتاخد 500، في كورسز 200 وهكذا، فانا بالتالي محتاج ما اعديش الرقم ده. يبقى انا هنا متخيل ان جوه الابلكيشن بتاعتي عاوز في حته في مكان ما، ممكن في الجزء ده اقول انه فاضل كام سيت جوه الكورس ده، يعني كام واحد قدم او كام واحد ريميننج يقدر يقدم عشان يقدر يعمل ابلاي. في طريقه انا بفضلها جدا، بفضل ان انا اعمل سكرين اكنها بوب اب سكرين جوه السكرين دي. ازاي هعمل ده؟ هرجع تاني لللايرز بتاعتي، وهاجي على السكرين نفسها واقول له انا عايز احط كونتينر جديد، كونتينر فيرتيكال كونتينر. تمام، الكونتينر نزل بالشكل ده. الكونتينر ده انا عاوز احركه واملى بيه السكرين بتاعتي خالص لحد الاخر، وعاوز كمان اديله لون اسود. هديله اللون ده كده، ما تتخضش من اللون ده، مش هو ده اللي انا عاوزه. انا عاوز الكونتينر ده يبان على انه هو اكنه لاير تانية فوق السكرين بتاعتي. اهو ابتدينا ندي شكل الكونتينر اللي احنا عاوزينه. الكونتينر ده هخليه يبان اكنه بوب اب سكرين طلعت فوق السكرين اللي انا كنت فاتحها. طيب وهعمل ايه كمان؟ هزود جواه كونتينرز تانية، يعني هاجي على الكونتينر ده وهقول انا عاوز فيه كمان تو كونتينرز، او كونتينر واحد ممكن نستخدمه فيرتيكال كونتينر. الفيرتيكال كونتينر ده بقى هديله لون ابيض. طبعًا هيملى السكرين كلّها، بس في الحقيقة أنا مش عاوز كده، أنا عاوزه يبقى على قد حتّة صغيّرة جوّه السكرين عشان تبان أكنّها جزء من السكرين الأولانية، في حين إن هي سكرين واحدة مش 2 screens. عشان أضبّط الموضوع ده هارجع لكونتينر الأساسي وهاغيّر الpadding بتاعه، الكونتينر الأساسي بتاعي هاغيّر هنا وهاخلّي دي مثلًا 100 ودي 100، وفي الtop برضه نفس القصة، ممكن أزوّدها كمان أخلّيها 200 وهنا كمان 200. كده بقى عندي جزء صغير جوه السكرين أكنه هو ده الجزء اللي ظاهر كبوب اب سكرين، فمبين لي السكرين اللي ورا. انا كل اللي انا عايز اعمله لما ادوس ابلاي على ابلاي اللي ورا البوتن الصغير ده، يظهر لي السكرين دي، ولما ادوس دون ترجع للسكرين اللي وراها فتبان اكنها بوب اب سكرين.
فأنا في الكونتينر دي عاوز أعمل new form. الnew form دي هابتدي أfill بيها الdetails بتاعة أو الdata اللي هتبقى جوّه الlist اللي إحنا لسه مكريتينها من شوية، اللي هيبقى فيها معلومات عن الناس اللي بتapply على كل course. نرجع تاني للapplication، فأنا هنا عاوز add form، فهاقوم هاعمل insert form، والform دي ليها علاقة بapplication list وليس training list. training list إحنا اتفقنا هي أول list إحنا كريتناها اللي هيبقى فيها الكورس هنذكره مرة واحدة بس، إنما الapplication list الكورس ممكن يتكرر كذا مرة بس الapplicant هيبقى مرة واحدة بس. جميل، جابت لي طبعًا الfields اللي جواها title، course name، course ID، instructor، location. فأنا ممكن title دي عشان تبقى مفهومة أكتر بدل ما هي تبقى display name لإن ده الdefault name بتاعها. بيقول لي cannot edit، فأنا طبعًا عارفين إن إحنا لازم نرجع للadvanced ونقول له unlock الfield ده، وهارجع تاني وأخلّي اسمها مثلًا applicant name. تمام، ده مجرد بس الlabel بتاع الfield ده، فأنا عاوز أملى الحاجات دي كلها. طيب وبعد ما أملاها عاوز أclick apply عشان الdetails بتاعتها تظهر جوه الlist بتاعتي. طيب هaclick apply فين؟ يبقى أنا محتاج add كمان container جوه الcontainer الكبير بتاعي وأحط فيه الbuttons بتاعتي. فأنا هاكتب هنا container horizontal container المرة دي. جميل، هاروح بقى للonSelect property واشوف هاغيّر فيها إيه. هي طبعًا false. طبعًا أنا محتاج إن أنا لمّا أدخّل الdata هنا تروح على طول تreflect في الlist، فأنا هاخلّيها submit form واسم الform بتاعتي اللي هي form 1. بس أنا دلوقتي عندي حاجة مهمة جدًا، هو أنا هاقعد أملى الحاجة دي؟ طب ما هي الdata موجودة already في الgallery اللي ورا، أنا عايز الحاجة دي تتملي لوحدها، بمجرد ما أفتح الscreen دي الdetails اللي موجودة هنا كلها تتملي لوحدها. في عندنا property مهمة جدًا لمّا select card مثلًا زي الcard بتاع الapplicant name ده جوه الform هالاقي عندي حاجة اسمها default، ولمّا أختار default هالاقي this item dot title. أنا عاوز الdefault بتاعها يروح يقرا الselected item في الgallery اللي هو مين؟ الgallery اللي هو ده gallery 3. فأنا عايز أقول له دايمًا لمّا مش الapplicant name طبعًا، مثلًا في الcourse هيروح يقرا اسم الcourse من الgallery، في الcourse ID يروح يجيبه من الgallery وهكذا. إنما applicant name أنا عايزه يروح يجيبه من الuser اللي فاتح الapplication دلوقتي. فأنا هاغيّر this item dot title وهاخلّيها user وافتح قوس واقفله على طول، ده كده بيكابتشر اليوزر اللي فاتح الابلكيشن دوت. اشوف ايه الاوبشنز اللي عندي، ايميل، فول نيم، مش عارف ايه. انا ممكن احتاج دلوقتي فول نيم، ممكن حد يختار ايميل بس خليني اختار الفول نيم فهيجيب لي النيم ده. طيب ده راح جوه الليست بتاعتنا؟ لا طبعا، هو عمره ما هيروح الا لما اعمل حاجه واحده، الا لما ادوس كونفيرم عشان يسبمت الفورم دي. طيب تعالوا نكمل بقى. طيب كورس نيم انا محتاج اجيبه منين؟ محتاج اجيبه من الجاليري اللي ورايا، يبقى هاروح على الديفولت برضو زي ما اتفقنا. مهم جدا اكون عامل سيلكت على الكارد كله مش على الفيلد اللي جوه الكارد. هغير this item dot course name هخليها جاليري. اتفقنا انا محتاج اعمل له اخليه unlocked to change properties. هرجع هنا تاني وهخليها جاليري 3 dot selected dot title. جميل، فجاب لي كورس نيم تايم مانجمنت، ده اللي انا اعمل عليه سelection ورا. بعد كده كورس اي دي هعمل ايه؟ نفس القصه بالظبط. ممتاز، كده انا جبت كل الداتا اللي موجوده هنا عشان اخد الداتا دي واقوم حاططها في الليست اللي موجوده هنا. جميل. هو لسه في حاجة إحنا ما جاوبناش عليها، إيه هي الحاجة دي؟ الحاجة دي إن أنا لمّا أدوس confirm أنا عايز أرجع للscreen اللي فاتت وهي مش screen، فأنا مش هاعمل navigation. وإمتى هيظهر لي الcontainer الجديد ده اللي هو أكنه الpop up screen بتاعتي؟
هنا محتاجين نتعلم حاجة جديدة ومفيدة جدًا، جدًا وهتفيدنا جوّه كل الapplications بتاعتنا وهي إيه؟ وهي الvariables. يعني إيه variable؟ الvariable ده أنت بتدّي value معيّنة للapplication وبتقول له الvalue دي لمّا تشوفها مكتوبة دي معناها كذا، والvariable ده بيتغيّر بناءً على givings أنت بتدّيها للapplication. يعني مثلًا أنا هنا عايز أعمل variable أقول للapplication بتاعتي لمّا تلاقي الvariable ده الvalue بتاعته true اظهر لي الpop up screen دي، ولمّا تلاقيها false اخفي الpop up screen دي. تعالوا نشوف هنعمل كده إزاي. هاروح للscreen الأساسية بتاعتي، هنسمي الscreen دي وعملت renaming كمان للcontainer بتاعي. دلوقتي بقى هاغيّر الvisible property بتاعته من أنا دلوقتي عامل selection طبعًا على الcontainer وهادخل على advanced property وهاكتب visible عشان أغيّر الproperty دي بدل ما هي true هاخلّيها تcapture الvalue الجديدة اللي أنا كريتها اللي هي اسمها confirm visible. فبالتالي لو confirm visible دي الvalue بتاعتها true يبقى هيظهر الcontainer ده، ولو الvalue بتاعتها false هيختفي الcontainer ده. طيب أنا دلوقتي عندي حالتين، يا إما أعمل confirm يا إما أنا عاوز أكنسل أساسًا الscreen دي ومش عايز أعمل confirm. فبالتالي هadd هنا button أعمل فيه موضوع الcancellation ده. هادوس insert button. أنا كده أدّته غلط، أنا عملت له addition على الcontainer ده، فمهم جدًا إن أنا وأنا باadd حاجة جديدة أmake sure إن أنا عامل select على الcontainer اللي أنا عايز أعمل فيه الbutton الجديد. يبقى هاselect الcontainer وأروح أعمل button فزود لي البutton الجديد كده تمام، وهاروح على الtext property بتاعته وهاخلّيه بدل ما هو button هاخلّيه cancel وهارجع للon select property بتاعته وهاغيّرها وهاعمل نفس اللي عملته قبل كده update context وهابدأ بإن أنا آخد confirm visible أهي ظهرت معايا لإن هي خلاص بقت موجودة as a variable وعايز أغيّر الvariable ده وأخلّيه بدل true بقى أنا محتاجه المرّة دي يبقى false. يعني لو أنا عملت دوست على cancel يبقى أنا محتاج أعمل update context وأخلّي الcontainer ده يبقى false ما يبقاش visible معايا. طيب هو دلوقتي اختفى معايا فأنا بالتالي محتاج دلوقتي أconfigure بقى apply. في البوتن ده اللي أنا محتاج أعمله أول ما أدوس عليه الcontainer بتاعي يظهر، فأنا كنت واخده copy هاعمل هنا paste وهاغيّر بدل false هاخلّيها true. جميل. وتعالوا نجرّب. هادوس على apply جاب لي الcontainer هادوس على cancel هيخرج، apply هيجيبه، cancel هيخرج، خلاص أنا كده بقى عندي الاتنين دول. دلوقتي محتاج أconfigure إيه؟ confirm. تعالوا نشوف إحنا عملنا إيه في confirm. نرجع للdesign view هselect البوتن بتاع confirm on select submit form يبقى أنا محتاج أتأكد من الconfiguration بتاع on success محتاج أخلّي فيها reset أعمل reset للform بتاعتنا اللي هي كانت form 1. طيب محتاج أعمل حاجة تانية؟ محتاج أعمل طبعًا لازم تبقى semicolon محتاج أعمل كمان update context. أنا عملت لها paste أهو بدل ما هي true تبقى false فبالتالي لو داس cancel الconfirm visible هتبقى false ولو داس confirm برضه الconfirm visible هتبقى false. في الحالتين أنا محتاج أخرج من الpop up container اللي إحنا كريتناه ده. تعالوا نجرب الموضوع ده. هنعمل preview وهاعمل أكن أنا هconfirm على الcourse ده فهادوس confirm فخلاص كده هو سايب الcourse ده. تعالوا نشوف هو reflected في الlist بتاعتنا والّا لأ. reflected إن في applicant جديد عمل apply على course time management. طب تعالوا نختار course تاني مثلًا. نروح على course الExcel apply confirm نروح نشوف ده reflected في الlist تمام. فكده في حد سجل في الtime management وحد سجل في الExcel تمام جدًا. طيب أنا عاوز كمان ييجي لي notification لمّا أعمل apply يدّيني confirmation هنا إنه حصل done لإن أنا لمّا عملت كده دلوقتي ما حسيتش إنه الموضوع done والuser مش هيبقى شايف الback end ولا شايف الlist إنه خلاص الحاجة reflected فيها. فاكرين notification بنعملها إزاي؟ هنرجع نعملها بكل سهولة دلوقتي. هادوس على alt وهارجع على الon success property هنا وهازوّد حاجة كمان. هازوّد semicolon وأقول له notify
هفتح قوس، اول حاجة طالبها مني ايه؟ التكست، فهكتب بس كلمة done وهحط النوتيفيكيشن تايب تبقى success، هقفل القوس. تعالوا نجربها. هنزود حد كمان في التايم مانجمنت، هندوس confirm، جاب لي النوتيفيكيشن بتاعتي انه done. هرجع ليه الليست عشان اطمن ان الحاجه ريفلكتد فيها في 2 عملوا ابلاي على التايم مانجمنت وعمل كابتشر لكل الديتيلز بتاع الكورس ده زي ما احنا عاوزين. محتاج كمان نأكد على حضراتكم ان احنا ما ننساش ان احنا الفورم دي اللي احنا كريتناها نميك شور ان هي نيو فورم مش اديت فورم. طبعا هميك شور من فين؟ من البروبرتيز بتاعه الفورم، وهروح للديسبلاي واتاكد ان الديسبلاي مود بتاعها نيو مش اديت، لان هي باي ديفولت بتنزل ان هي اديت فورم. دلوقتي انا عايز اعمل حاجه مهمه جدا وهتفرق معايا جدا في شكل الابلكيشن. ايه هي؟ ان انا عاوز هدوس دلوقتي الت وادوس كانسل. انا عاوز اظهر في الجزء ده من السكرين، في الجزء ده ان انا اظهر فيه الافيلبل سيتس. يعني ايه الافيلبل سيتس؟ عشان كل واحد يقدر يشوف فاضل كام سيت جوه الكورس ده. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. انا بس دلوقتي هظبط سريعا جدا اللاي اوت ده عشان اقدر اعمل هنا اكني هحط لوجو مثلا للافيلبل سيتس وجنبها يبقى مبين رقم او عدد الافيلبل سيتس قد ايه. جميل، انا كده حطيت اللوجو اللي انا عايز اعمله وعملت التكست كمان اللي هغيره وهخلي مكانه في النمبر اوف available seats في كل كورس. تعالوا نشوف هنغير في التكست كنترول دي ايه وهنعمل جوه البروبرتيز بتاعتها ايه. جوه التكست طبعا مكتوب كلمة تكست، فدي اللي انا هشيلها. اللي انا عاوز اعمل ايه؟ اللي انا عاوز ادخل جوه الليست دي واعد الكورسز او اعد عدد الروز اللي مختار فيها اللي حد اختار فيها قبل كده تايم مانجمنت، وارجع هنا واقول ان في 2، او بمعنى اصح لو هما 100 انقص منهم 2. تعالوا في الاول نشوف، نقول ان في 2، يعني في 2 اختاروا التايم مانجمنت في الليست دي. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. هنرجع تاني للابليكيشن وهروح على التكست كنترول بتاعي، وفي التكست بروبرتي نفسها هعمل حاجه اسمها كاونت روز وامشي معاها خطوه خطوه. اول حاجه كاونت روز عاوز مني ايه؟ عاوز يكاونت الروز اللي في جوه ليست معينه، فانا هختار مثلا ابلكيشن ليست وهقفل على كده. عمل ايه؟ راح عامل كاونت لعدد الروز اللي موجوده جوه الابلكيشن ليست. بس مش هو ده اللي انا عاوزه. انا عاوزه يعد الروز اللي جوه الابلكيشن ليست بس اللي فيها هنا تايم مانجمنت فقط لا غير. احنا فاكرين دي لان دي كانت موجودة في الفيديو اللي فات، ليها علاقة بالفلتر. فانا هاجي قبل application list هقوم دايس، هقوم كاتب فلتر وهبدأ الابلكيشن ليست. همسح القوس ده عشان اعمل الاقواس بتاعتي في الاخر. طيب ايه اللوجيكال تيست بقى اللي انا عاوزه؟ كورس نيم اللي هو الكولوم بتاعي اللي موجود جوه الليست هنا اهو. كورس نيم، كورس نيم ده عايزه يساوي ايه؟ equals، سوري مش دوت، equals this item دوت تايتل، وهقفل الاقواس. جميل، فهنا راح جايب لي قال لي تايم مانجمنت في 2، اكسل في 1 والباقي صفار. هو ده اللي احنا عارفين ان هو موجود جوه الليست بتاعتنا. طيب انا بقى مش عاوز الرقم ده، انا عاوزه يقلبه للريميننج. يعني عاوز لو ده 100 يرجع يبقى 98. يعني لو الكورس ده الكاباسيتي بتاعته 100 يقول لي ان الريميننج 98. تعالوا نعمل حاجة بسيطة، ان احنا نيجي هنا قبل الكاونت روز دي كلها على بعضها نقول كاونت، هيقوم مطلع لنا الكولوم بتاعنا اللي هو اسمه target audience dot count أو this item target audience dot count dot value طبعا minus اللي موجود في الكاونت روز. فبالتالي هنلاقي هنا الارقام ابتدت تظهر اهي 98 499. ده معنى كده ان الكاباسيتي بتاعت الكورس ده 500 شخص، فقلل منهم واحد، والكاباسيتي بتاعت بقيه الكورسز زي ما هي. تعالوا نتست بقى ان احنا ناد نيو ابليكانت على اي كورس من الكورسز دي. ندوس بريفيو، نروح مثلا على مايكروسوفت اوفيس، نعمل ابلاي وندوس كونفيرم.
هنلاقي هنا العدد كان 200 نزل 199. تعالوا نروح على تايم مانجمنت تاني ونختار كمان أكننا زودنا نيو ابليكانت وندوس كونفيرم بقت 97 وهكذا، وجات لي طبعا النوتيفيكيشن بتاعتي. نرجع نعمل حاجة بسيطة جدا وهتبقى مهمة طبعا ان احنا نعملها، ان احنا هنرجع للهوم بيج للهوم سكرين، ومحتاجين نزود كمان البوتن ده اللي فيه هندوس ابلاي عشان اروح على السكرين بتاعتي اللي فيها الابلاي. فانا زودت البوتن ده وعملت في الاون سيلكت ان هو ينافيجيت على السلكشن سكرين، عشان بمجرد ما ادوس عليها هقدر اروح على السلكشن سكرين. وكمان عملت طبعا هنا حاجة ترجعني تاني للهوم سكرين لو انا عايز ارجع لها، فبالتالي يبقى الابليكيشن اقدر انافيجيت من كل السكرينز على بعضها. دلوقتي في حاجة مهمة جدا جدا محتاجين نعرفها قبل ما نقفل الابليكيشن بتاعتنا ونعمل لها ببلش ويبتدي اليوزرز يستخدمها. ايه هي؟ ان انا محتاج ان السكرينز بتاعتي مش كل اليوزرز يشوفوها. يعني مثلا انا كل اليوزرز يشوفوا ان هم يعملوا ابلاي لكورسز، بس مش كل اليوزرز يقدر يعمل اديت ولا يقدر يعمل نيو كورس. انا محتاج بس التريننج يوزرز او التيم بتاع التريننج هو اللي يقدر يعمل اديت او نيو كورس. هنعمل كده ازاي؟ بكل بساطة انا عملت ليست جديدة. الليست دي خليتها بسيطة جدا، ما فيهاش غير تايتل ويوزر نيم. وفي التايتل انا كتبت فيه بس مجرد حاجة بعرف بيها اليوزر ده ايه الرول بتاعه، فانا سميته ادمن. وحطيت بيرسون فيلد، ما تنسوش ده بيرسون فيلد، والبيرسون فيلد حطيت فيه اليوزر بتاعي عشان ابتدي اتست اليوزر رول اللي انا هديه دلوقتي حالا. وبعد كده رجعت للابليكيشن ووصلت الداتابيز بتاعتي الجديده، الشير بوينت ليست الجديده اللي انا سميتها رولز ليست، وصلتها بالابليكيشن بتاعي كمان. يبقى انا كده بقى عندي 3 داتابيزز شغال عليهم الابليكيشن ده. المهم، بعد ما وصلت الداتابيز بتاعت الرولز ليست هرجع على اللايرز بتاعتي وهروح على اب الابليكيشن نفسها. فاب هلاقي حاجه بروبرتي اسمها اون ستارت. لو ما لقيتهاش مفتوحه باي ديفولت يبقى هفتحها من جوه الدروب ليست دي. اون ستارت، اون ستارت يعني انا هديله اكشن دلوقتي. الاكشن ده يا باور ابس نفذه اول ما افتح الابليكيشن دي، اول ما افتح التريننج بورتال، اول ما افتحها نفذ الاوردر او الاكشن اللي انا هديهولك هنا. الاكشن ده عباره عن ايه؟ عبارة عن إن إحنا هنعمل variable. الفاريبل ده يقدر يكابتشر هل اليوزر اللي بيستخدم الاب موجود في الليست اللي أنا حطيتها ولا لأ. تعالوا نشوف هنعمل كده إزاي. هنعمل set عشان أست variable، ولما بعمل set بيقول لي عندك variable وعندك value، فاختار إيه الفاريبل بتاعك وإيه الفاليو. أنا هكتب الفاريبل اسمه is admin، ده اسم الفاريبل بتاعي، كوما ايه الفاليو؟ الفاليو ان انا هروح ادور في الليست اللي موجوده اللي انا كريتها الجديده اللي اسمها رولز ليست، هدور على الشخص اللي فاتح، اليوزر اللي فاتح الابلكيشن ده، واشوفه موجود جوه الليست دي ولا لا. فالرولز ليست دي فيها حاجه اسمها يوزر نيم، هندور جوه يوزر نيم ونشوف الشخص ده موجود او هو اللي فاتح الابلكيشن ده ولا لا. هعمل لوك اب والسورس بتاعي هو رولز ليست الليست الجديده، والكونديشن بتاعي انه اليوزر اللي فاتح اسمنا سميناه يوزر نيم اهو، يوزر نيم دوت ايميل ايكوالز اليوزر اللي فاتح دلوقتي الابليكيشن زي ما اتفقنا بنفتح قوس ونقفله دوت ايميل، وهقفل القوس ده. يبقى انا كده خلصت اللوك اب. يبقى هو كده هيدور اليوزر ده موجود هنا ولا لا، والنتيجه بتاعته هتبقى يا اما بلانك يا اما في يوزر. فانا بالتالي عايز احول الكلام ده كله لترو اور فولس، لترو اور فولس. فعشان احول الكلام ده كله لترو اور فولس هكتب هنا is blank. يبقى انا حولت الريزلت بتاعه الايكويشن دي كلها لترو اور فولس، وهقفلها هنا اهو. يبقى هو كده هيروح يدور جوه الليست دي ويشوف هل الشخص ده موجود في الليست ولا لا. لو مش موجود في الليست هيبقى بلانك، معنى كده ان هو هيقول لي ترو. فلو مش موجود هيقول لي ترو، ولو موجود هيقول لي فولس، لان هي ما بقتش بلانك. فانا هعمل حاجه بسيطه جدا عشان ما اتلخبطش بين الترو والفولس. انا هقلب از بلانك. هقلب از بلانك يعني هزود قبلها نوت. نوت دي بعملها ازاي؟ بان انا بحط اكسكلاميشن مارك فقط لا غير. مجرد ان احط اكسكلاميشن مارك الترو هتبقى فولس والفولس هتبقى ترو.
وهقفل القوس بتاع set اللي في الأول خالص. كده أنا بقى عندي الإيكويجن كاملة متكاملة. هعمل إيه عشان أخلي الإيكويجن دي ترن؟ هاجي أعمل على الآب رايت كليك وأقول له run on start. run on start يعني هيرن الفانكشنز أو الأكشنز اللي موجودة في الأون ستارت. هعمل run on start وهروح أشوف هل الفاريبل بتاعي ده اتحقق ولا ما اتحققش. أقدر أشوفه من الفاريبلز، أي فاريبل أنا عملته هقدر أشوفه من الفاريبلز. هلاقي في عندي global variables، واحد اسمه is admin اتضاف وبقى عبارة عن boolean والريزلت بتاعته true. ليه؟ لأن أنا موجود جوه الداتابيز. طب تعالوا نعمل حاجة تانية، نروح على الداتابيز بتاعتنا ونديليت نفسي كيوزر. هعمل ديليت أهو، وهرجع تاني للابليكيشن واعمل ريفرش للداتابيز. قلت لها ريفرش، هرجع اشوف نفسي موجود في الفاريبلز ترو لسه. يبقى انا محتاج دلوقتي اعمل ايه؟ run ل on start. هرجع للفاريبلز، لقيت ان انا مش موجود false is admin ظهر لي false. يبقى كده انا بقى عندي variable، الفاريبل ده هيبقى الفاليو بتاعته true لو انا موجود في الليست دي، وهتبقى false لو انا مش موجود. تعالوا ارجع نفسي تاني، هاد وهسمي نفسي admin واختار اليوزر وادوس سيف. هرجع تاني للابليكيشن، هريفرش الداتابيز وهرن الاون ستارت وارجع للفاريبلز، هلاقي نفسي بقيت true. جميل. طيب هعمل حاجة تانية، انا عاوز ابتدي اخلي الحاجات دي تظهر وتختفي بناء على is admin. يبقى هاجي بكل بساطة على edit course واروح على visible property بتاعته وهخليها بدل true هخليها is admin. حلو، اللي هي الفاليو بتاعتها true او false هتتغير على حسب اليوزر اللي فاتح الابليكيشن. وفي نيو كورس هعمل نفس القصة، هاجي على visible وهختار is admin. جميل. تعالوا اشيل نفسي تاني من جوه الليست ونجرب ونشوف لما افتح الابليكيشن هيظهر لي التو بوتنز دول ولا لا. اشيل نفسي اهو، واروح هعمل ريفرش للداتابيز. طبعا لو انا برن الابليكيشن كيوزر مش محتاج اعمل الكلام ده كله، انا بس عشان دلوقتي بتست. وهعمل هنا run ل on start، رحت للفاريبل لقيته false والتو بوتنز ما بقوش موجودين. هم موجودين عندي في الديزاين بس ما بقوش visible ليا. كده انا يوزر هستخدم الابليكيشن لمجرد ان انا اعمل ابلاي. حتى لو انا جيت عملت ريفرش انا ما قداميش غير ابلاي، هابلاي وخلاص. انا كده بالنسبه لي الابليكيشن استخدامه فقط ان انا ابلاي على كورس. وزي ما اتفقنا طبعا السكرينز بتاعت ان انا ابلاي على كورس بقت موجوده، ولو دوست كونفيرم هنلاقي الرقم قل وبقى 95 وهكذا في كل الكورسز اللي موجودة عندي. تعالوا بقى نرجع للديزاين فيو ونتكلم عن ان انا ابتدي اشير الابليكيشن ده مع اليوزرز عشان يبتدوا يستخدموه. اول حاجة محتاج اعرفها ان انا اعمل publish يبقى انا بقيت يبقى انا خليت الابليكيشن بتاعي ده available لليوزرز. اقدر اغير طبعا الايكون بتاعته واقدر اعمل الكلام ده كله بان انا اعمل edit details. انا هسيبه زي ما هو، هعمل publish this version. بعد كده هدوس شير، هلاقيه فتح لي سكرين تانية بيقول لي انت عاوز تشير الابليكيشن دي مع مين. هبتدي بقى احدد مثلا اي حد موجود عندي في الشركة، طبعا لازم يكون موجود في الاكتيف دايركتوري، واشير معاه الابليكيشن بتاعتي. وهحدد بقى هل انا محتاجه يبقى كو اونر، يعني حد بيساعدني في ان انا ديزاين الابليكيشن دي، ولا يوزر عادي، فساعتها مش هدوس على كو اونر. وفي حتة مهمة جدا هنا بيقول لي باور ابس، بيقول لي خلي بالك ان انت لازم تكون مشير برضو الليست بتاعتك دي مع اليوزر اللي انت اللي هيستخدم، لانه باور ابس مش بيشير الليست باي ديفولت. لازم تدي اكسس لليوزر على الليست دي عشان هو يقدر يستخدمها، او يقدر بمعنى اصح ان هو يedit وياد فيها شوية داتا ويكابتشر منها الداتا اللي موجودة. فهو بيفكرك ان انت لازم تedit البرميشن بتاعة الشيربوينت ليستس دي. تعالوا ندوس مثلا على واحدة عشان اعمل موضوع ان انا اديله الاكسس ده. هدوس على manage access
وهدوس جرانت اكسس وادي نفس الشخص الاكسس على الفورم بتاعتي دي، او على بمعنى اصح الشير بوينت ليست بتاعتي دي. انا مش محتاج انوتيفاي الشخص ده في ان انا اديته اكسس على الليست، لان انا مش محتاج اخلي عنده دايركت لينك على الليست. مجرد ما هسيب نوتيفاي بيبل ده هيروح له لينك يفتح الليست نفسها، وانا مش عايزه يفتح الليست، انا عايزه يفتح الابلكيشن. ومن جوه الابلكيشن هيبقى عنده اكسس على الليست، يضيف ويأدت على الداتا اللي موجوده جواه. فانا دايما في لحظه ان انا بدي اكسس على الليست بشيل نوتيفاي بيبل وبجرانت الاكسس، وهكرر الكلام ده في التلاتة lists بتوعي، وبعد كده هجرانت الاكسس للشخص ده، وهسيب ان هو يجيله ايميل. النوتيفيكيشن هنا هسيبها ان هي تروح له، لان لما اعمل له نوتيفيكيشن هيروح له اللينك بتاع الابلكيشن بتاعتي عشان يقدر يبتدي يستخدمها. وهقول له شير، كده الشخص ده بقى عنده اكسس على الابلكيشن بتاعتي بكل الرولز وكل الليستس اللي لينك بالابلكيشن دي، هيقدر يستخدمها عادي جدا. وطبعا لو رجعت للبيج دي هلاقي اللينك ده هقدر ادوس عليه وافتح منه، او اخد كوبي طبعا من اللينك ده واسيفه عندي وافتح منه الابلكيشن دايركتلي اكني يوزر، فيبان لي الابلكيشن ابتدي استخدمها عادي جدا. طبعا النوتيفيكيشن الموجوده دي المفروض ما تظهرش لاي حد ما بيستخدمش ديفلوبر انفايرمنت، بس دي الابلكيشن بتاعتي هقدر استخدمها عادي جدا. ما بقتش بقى في الديزاين مود خلاص، مجرد ما هبتدي استخدم الابلكيشن خلاص بقت افيلبل ليا وكل اليوزرز شايفينها في وقت واحد. طب لو انا رجعت تاني للهوم بيج وعايز اشوفها كتريننج يوزر، اللي هو التو بوتنز اللي هنا، يبقى لازم اكون موجود جوه الليست دي. فانا هقعد نفسي تاني للمره الثالثه كيوزر، وهرجع للابلكيشن واعمل ريفرش. هنا ابتدوا يظهروا لي التو بوتنز اللي انا اقدر اعمل منهم edit للكورس، فهدوس edit او ارجع هوم edit الكورس طبعا اللي انا عاوزه، شفناه في الفيديوز اللي فاتت، او ارجع لنيو كورس وبيلد نيو كورس من الاول، او ارجع هوم. فبالتالي الرولز ليست اشتغلت معايا، وبقيت اقدر احدد الرول بتاعت كل يوزر على حسب الفانكشن بتاعته. تعالوا دلوقتي ناخد جولة جوه الابليكيشن من أولها لآخرها. هبدأ بإن أنا أعمل نيو كورس، هسميه مثلا presentation skills، وهختار اللوكيشن بتاعه في كايرو، والكورس تايب هيبقى اونلاين، والكورس ديت ايا كان، وهختار الانستراكتور، وهختار بعد كده التارجت اودينس بالنسبة لي يبقوا مانجرز، وهعمل submit. وداني على السكسس سكرين واداني التو اوبشنز، ان انا ارجع هوم طبعا، او ان انا اد نيو تريننج، او ان انا اعمل اديت لكورس. خلينا نرجع هوم ونعمل اديت كورس. هنلاقي presentation skills موجود اهو. تعالوا نعمل له اديت ونغير الانستراكتور نخليه أليكس مثلا، ونعمل سيف. جاب لي نوتيفيكيشن وقال لي تمام كده بقى الانستراكتور أليكس. اقدر اتشيك كل التريننجز بتاعتي موجودة هنا، واقدر اسيرش على التريننج اللي انا عاوزه. فمثلا لو كتبت اوفيس وعملت سيرش جاب لي كل حاجة متعلقة باوفيس، واقدر كمان اسيرش مثلا كل الكورسز الاونلاين مثلا، او افلتر بكل الكورسز الاونلاين، افلتر بلوكيشن معين، وافلتر بانستراكتور معين، واعمل كلير لكل الفلترز. اقدر كمان ارجع لهوم واستخدمه كيوزر في ان انا اعمل ابلاي على الكورس اللي انا عاوزه. مثلا البرزنتيشن سكيلز اللي احنا عملناه دلوقتي هنعمل عليه ابلاي، هيظهر لي الديتيلز بتاعتي كلها. انا مش محتاج ازود عليها اي حاجه، انا محتاج بس ادوس confirm. مجرد ما عملت confirm الرقم نزل من 100 available seat بقوا 99 available seat، وبكده بقى عندي الابليكيشن شبه متكامل وريسبونسيف، يقدر اليوزرز ان هم يستخدموه. بعد ما شفنا الشير بوينت ليست ونقلنا بعدها على باور ابس، جه ميعاد العملاق الثالث اللي موجود في باور بلاتفورم، واللي هنشوف الفيديو اللي جاي ان شاء الله، واللي هو ايه؟ باور اوتوميت. يلا بقى، دعوتك الحلوة وكومنتك الجميل. سلام.